علشان المطبخ يطلع كويس في النهايه ده لازم يبدا في البدايه من التاسيس نفسه، سواء كان في تاسيس الكهرباء او في تاسيس السباكه او في تاسيس اي حاجه جوه او توزيع اي حاجه جوه المطبخ، توزيع القطع بتاعته، الثلاجه، البوتاجاز، الفرن، وات ايفر ايه الحاجات اللي هي جواه. انا هتكلم في المطبخ ده، ويمكن كنت اتكلمت عنه قبل كده ان احنا عملناه محاره عشان في النهايه اخلي المنطقه اللي في النص دي بس بديل رخام، وقلنا ان اللي باقي الاجزاء اللي ورا دي كلها في الحيطه هتبقى متداريه فمالفيش لازمه ان انا احط فيها خامه، وده بيكون بيوفر معانا شويه وفي النهايه يطلع منظره كويس جدا، لان انا في النهايه الحته اللي باينه هحط فيها ماده تعتبر منظرها شيك وماده تعتبر برده مش رخيصه الى حد ما، ولكن كمقارنه بالمساحه كلها هي توفر معايا مبلغ كويس. خلينا ناخد المطبخ ده كمثال ونشوف ازاي اسس مطبخ كويس بحيث ان انا في النهايه ابقى بستخدمه بشكل مظبوط هندسيا متوزع صح وفي نفس الوقت يطلع منظره شيك. خلينا ناخد المطبخ ده كمثال. في مطبخ بيبقى فيه بار هنا في المنطقه دي، وفي مطابخ ممكن ما نحطش بار اطلاقا، وفي مطبخ ممكن يبقى كلوزد وفي باب ليه اللي هو المطابخ المعتاده اللي احنا عارفينها. خلينا على الوضع اللي احنا فيه، ان في هنا هيبقى فيه بار. البار اللي هي المنطقه اللي هي مفتوح عليها المطبخ ما بينها وما بين الريسبشن. فنيجي نبص للمطبخ نلاقي ان احنا عندنا هنا شباك، ودي المنطقه اللي بيحصل فيها تهويه المطبخ. اول حاجه بنفضلها ان انا اخلي، يعني دي اول تفكير ليا، ان انا اخلي الحوض قريب من الشباك. على الرغم برضو احنا شفنا قبل كده ان احنا، او انا اتكلمت عن الموضوع ده، ان البوتاجازات احنا متعودين انها تحت الشباك، وانا قلت ليه ممكن نخلي البوتاجاز، ليه الافضل ان انا اخلي البوتاجاز ابعد من الشباك. فخلينا الاول نوزع المطبخ ده من وجهه النظر الصح، وبعد كده اقول ليه عملنا كده. اول حاجه انا بحط الحوض قريب من الشباك. في المنور المفروض فيه تهويه وفي هواء بيحصل ما بين الباب والمنور، ففي اللي واقف على الحوض محتاج الهواء اللي هو جاي من المنور وبيتحرك ما بين الباب والمنور. يبقى دي كده هنسميها منطقه الميه، المنطقه اللي فيها الحوض بنحط فيها غساله، لو غساله اطباق وغساله ملابس، ده لو نفع ان المكان ده يقدر ياخد الحجم ده كله. لكن لو ما قدرناش ان احنا نخلي كل حاجه تحت الحوض بالشكل ده، يعني انا عندي هنا الحوض 90 سم، على يمينه في غساله وعلى شماله في غساله، وهو في النص تحتيه ممكن نستخدم فلتر او اي حاجه تانية، ولكن مش هينفع احط تحته غسالات. وجينا على الضلع ده وحطينا البوتاجاز، وجينا على الضلع ده وحطينا التلاجة. ده حقق لنا حاجه اسمها مثلث الحركه. مثلث الحركه طبعا بيختلف على نوع المطبخ، في مطبخ بيبقى طولي، في مطبخ مربع، في مطبخ وعلى حسب شكل المطبخ، في مطبخ على شكل حرف يو او حرف ال، او على حرف او على شكل مستقيم. طبعا ده كله بيتحدد على حسب المطبخ. في المطبخ ده كان عندنا 3 اضلاع للمثلث اللي بنتكلم عنه دايما واللي بيحقق احسن استخدام للمطبخ. في ضلع الميه، وضلع النار، وضلع التبريد اللي هو التلاجة. بنفضل دايما ان التلاجة تكون في داخلة المطبخ. انا عندي البار بتاعي هنا والمدخل بتاعي من هنا، فبخليها قريبة من داخلة المطبخ، عشان انا كواحد في البيت عايز اخش اجيب ازازة مية او اي فاكهة او ايا كان، مش هيبقى من الطبيعي ان انا اعدي على اللي واقف على البوتاجاز او على اللي واقف على الحوض. ده ممكن يسبب زي نقدر نقول كده تصادمات جوه المطبخ، ممكن حد شايل حاجة سخنة يخبط في اللي رايح على التلاجة يجيب حاجة بسيطة في دقيقة وماشي. فاول حاجه لازم التلاجة تبقى قريبه من باب المطبخ. في تاسيس الكهرباء لازم نعمل حسابنا في الحاجات اللي هقولها دي. اول حاجه في فيشه للتلاجة بتبقى ورا التلاجة محطوطه في الزوم بتاعتها في تقسيمه العلب بتاعه المطبخ، دي فيشه التلاجة. ولازم يبقى عندي نقاط تانية على حسب الاجهزه اللي انا ناوي اجيبها، والنقاط ازود منها كمان، وده يعتبر على فكره لو زودنا فيه مش هيكلف حاجه، بس اهم بالنا ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا. ما ينفعش اجي في المنطقه القريبه من الحوض من فوق واحط اي نقط كهرباء زي اللي تم هنا كده دلوقتي. انا حطيت نقط هنا خاصه بالكاتلز ونقط خاصه بماكينات القهوه لو حبوا يجيبوها، فانا عندي هنا دي نقط استخدام. بالاضافه ان انا لازم لو عندي بوتاجاز احط تاسيس للكهرباء بتاعه تحت كده، اللي هو البوتاجاز البلت ان في المنطقه بتاعته. بما ان حطيت البوتاجاز بعيد عن الشباك، فاكيد لازم احط له هود. الهود اللي هو الشفاط المركزي هيبقى هنا كده، فلازم اسس برضو الكهرباء بتاعته فوق البوتاجاز عشان في النهايه لما الهود يركب يغطيها. يبقى دي نقطه ودي نقطه. النقط اللي عندنا اللي فوق بعض دي، احنا قلنا المنطقه دي كلها نخليها منطقه النار. ده هيبقى فرن ومايكرويف، الاثنين دول محطوطين بالشكل ده. ده بيبقى على الشرب بتاع الفيش الطبيعيه بتاعتي اللي هي فوق. انا عندي هنا المستوى الرخام 85، وده في المنطقه اللي في النص ما بين العلبتين، وده بيكون فرق ما بينه تقريبا 40 سم، عشان لما احط الميكرويف بيبقى وراه على طول
والناس ما تقلقش من الاجهزه الحديثه، لان غالبا بيكون معمول لها عزل حراري كويس جدا ما بيخليش اي مشكله او اي خطوره من الحراره. بالاضافه ان احنا لازم في علب المطبخ نسيب فراغات تهويه على يمين وشمال الفرن، وتحته لازم يبقى في مناطق تهويه عشان برضو نامن الموضوع، على الرغم ان فعلا الجهاز بيكون متامن بشكل كويس جدا. بعد كده حطينا الحوض في المنطقه دي، وراعينا ان مفيش اي فيش كهرباء تبقى في المكان اللي فيه الحوض، يعني كل ده كده مفيهوش كهرباء لحد النقطه دي، واللي هي بعيده عن الحوض جدا عملنا فيها مفاتيح. المفاتيح دي بتاعت ايه؟ المفاتيح دي بتتحكم في النقطه دي والنقطه دي. النقطتين دول هم اللي بيوزعوا الكهرباء للغسالات، فلازم يكون عندي اتصال بيهم، لان لما احط الغساله والرخامه تتحط انا مش هعرف اوصل للنقطه دي غير لما اطلع الغساله، ومش هيبقى من الطبيعي عشان افصل الغساله ان انا اعمل كده. فلازم تعمل نقطه تتحكم في الكلام ده كله، بالاضافه ان لو في موتور ميه فبنتحكم فيه برده من نفس النقطه دي. يمكن تكونوا واخدين بالكم ان النقط اللي احنا حاطينها او العلب اللي احنا حاطينها 7x7، ودي بيكون ليها اشكال مفاتيح معينه، سيمنز او اي ماركه تانية، بس ده طبعا لازم تبقى عامل حسابك ان انت هتجيب تشطيب ينفع معاه، لان ده ما ينفعش معاه اي نوع وشاش عاديه او علب عاديه. نقط الكهرباء اللي اتاسست عندنا هنا نقطه خاصه بالغساله والفلتر وغساله الاطباق على حسب الترتيب اللي هيتحطوا بيه. بيفضل دايما ان الغسالات زي ما قلنا تتلم في مكان واحد، وانها تبقى في المطبخ، ولو في مكان في الحمام ممكن تاسس لها برضو. بقول دايما ان التاسيس تكلفته مش كتير، مش هيكون اسوأ من انك تيجي بعد كده وتقول يا ريتني عملت كده، وساعتها هتبقى التكلفه اكبر بكتير. النقطه الثانيه لازم ناخد بالنا منها، اي حاجه هتتحط تحت مستوى الحوض لازم تبقى ووتر بروفد. يعني ايه؟ يعني لازم تبقى مضاده للميه وبعيده عن اي مخارج ميه. يعني احنا لو بصينا هنا للمخرج ده هنلاقيه بعيد عن الميه، ولازم يبقى فوقه، يعني ما ينفعش يبقى تحت منه عشان لو حصل اي تسريب الميه ما تنزلش فوقيه. وعلى الرغم من ده كله برضو لازم تبقى ضد الميه، عشان لو حصل ان في اي ماسوره لي من اللي بره اتخرم، اي حاجه حصلت، كل ده وارد، ممكن يحصل اي حاجه، ما يتعرضش الفيش دي انها تبقى مصدر خطر لمنطقه الحوض. فالكلام ده لازم ناخده في الاعتبار كويس جدا. النظام الوقايه من الميه ما ناخدش بس على اساس على قد ان احنا نجيب العلب اللي هي الووتر بروفد ونحطها، لازم نحط سيليكون ونعمل اختبار كويس قوي للمناطق اللي زي دي. احنا لو بصينا هنا نلاقي الغساله، وعندنا هنا الطلعه الثالثه دي اللي هي بتاعه فلتر الميه، ده بالنسبه لتاسيس السباكه. ولو لاحظنا هنلاقي ان عندنا هنا صرف وعندنا هنا مخرج ميه. ده بنعمله لو الغساله لو الثلاجه عندنا في انواع من الثلاجات بتحتاج صرف ميه، وبتحتاج ان يخش لها مدخل ميه لو هي فيها كولدير او اي حاجه من هذا القبيل. بعض الثلاجات بتحتاج كده فبنأسس لها معانا. والله العميل بيبلغنا بكده في الاول، لو هو ما جابهاش وغير رايه مش هتخسرنا حاجه اطلاقا. في حاجه هنا لو لاحظنا نلاقي ان انا عندي هنا تاسيس سباكه، وعندي تاسيس صرف، وعندي تاسيس فلتر. عملناها في شقه قبل كده، ان احنا عملنا حوض صغير جدا على البار اللي هو متصل بالريسبشن، بحيث ان لو في اي حد عايز يغسل فاكهه، عايز يغسل ايده بسرعه، عايز يعمل اي حاجه، فطر على البار وعايز يغسل ايده بسرعه، هيبقى كويس قوي الحوض ده، بدل ما يخش للحوض الداخلي كل المسافه دي عشان يغسل حته فاكهه او عشان يعمل اي حاجه وفي حد جوه في المطبخ، فالموضوع بيبقى مزعج. احنا عملناها في شقتين، والناس اللي استخدموها يعني فعلا كلمونا قلنا دي من افضل الحاجات اللي اتعملت في المطبخ، فانا بنصح بيها دايما. ومن ساعتها واحنا معتمدينها معانا في اي مطبخ مفتوح، ان احنا لازم نعمل مكان للبار، مكان تاسيس سباكه، عشان بعد كده في البار اقدر احط حوض صغير يكون حوض فواكه نعمل منه غسيل للحاجات السريعه بره المطبخ. ده كده توزيعة المطبخ بتاعتنا. زي ما قلت مثلث الحركه متحقق بشكل كويس بين الثلاث نقط دول، الحركه واسعه وكويسه، منطقه النار، منطقه الميه، منطقه التبريد، الثلاجه قريبه من الباب، السقف. لو ناوي انك تعمل مطبخ دورين، يعني ايه المطبخ دورين؟ احنا عندنا فيه مستوى ال 85، وبعد كده منطقه فاضيه، وبعد كده علب فوق. العلب دي ليها ارتفاع مش هيزيد عن منطقه معينه وعمره ما هيوصل للسقف. في بعض الناس بتعمله دورين، يعني هيوصل لحد السقف. لو المطبخ بتاعك ناوي تعمله كده، لازم تسقط بالسقف من الجوانب عليه عشان يبقى منظره حلو. ولو هتعمل بيت نور، احنا طبعا هنا مش عاملين بيت نور، لو هتعمل بيت نور فيفضل انك تخلي عرض بيت النور اكبر من ال 45 او ال 60 بتوع المطبخ اللي انت هتعمله، عشان تقدر تحط الليد او السبوتات على خارج ال 60 بتاعتك.
احنا هنا عندنا ديزاين مختلف تماما لان المطبخ مش هيوصل للاخر. طيب بما انه مش هيوصل للاخر فالمنطقه اللي فوق دي هتبان معايا، فانا هحط منها فيها نفس نوع بديل الرخام اللي انا حطيته فوق. يبقى انا كده وفرت المسافه دي كلها، وفرت المسافه اللي هنا دي كلها. في النهايه باذن الله هفرجكم على المطبخ، على منظر المطبخ ده بعد ما يخلص، وباذن الله يعجبكم. شكرا جدا.